اهلا بيكم. والنهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا، موضوع جديد بيهم كل الناس، سواء الناس الطبيعيه او الناس المدمنه. والموضوع ده هو الغضب. كتير منا بيقابل ناس في حياته ما بيعرفوش يتعاملوا مع الغضب، ودايما بتلاقيهم غضبانين غضبانين غضبانين، وبيتعامل في كل موقف بغضب شديد جدا. وقبل ما نقول ازاي هنتعامل مع الغضب ده، لازم نفهم جذور الغضب ده ايه، لان الغضب مش وليد اللحظه. الغضب نتيجة تراكمات ومواقف مر بيها الإنسان ومعرفش يتعامل معاها بالشكل الصحيح. يعني نقدر نقول إن الغضب ده مش متعلق بالموقف الحالي، بل بالعكس هو متعلق بحاجات كتيرة مرت في حياتنا، زي التجارب الحياتية، المعتقدات الشخصية، حتى البرمجة العاطفية بتاعت العقل وبتاعت المشاعر بتكون داخلة في هذا الموضوع. نقدر نقول إن الغضب ده عبارة عن غطاء سطحي لبعض المشاعر المتراكمة داخل الإنسان، واللي ما تعاملش معاها بالشكل الصحيح وفضلت جواه. عشان تفهموا الموضوع أكتر هشرح لكم مثال بسيط. أنت ممكن تقابل شخص في موقف عادي جدا وتلاقيه غضبان قوي وأعصابه متوترة وبيزعق وبيصرخ، مع إن الموقف ما فيهوش كمية الغضب دي كلها. لكن اما نحلل او تقعد مع الشخص ده تسأله حبة حاجات، هتلاقي ان الغضب اللي عنده ده كان نتيجة حبة حاجات مرت في حياته، او حبة مشاعر هو دفنها ومعرفش يتعامل معاها بالشكل الصحيح. هنا اصبح الغضب تعبيرا عن كل هذه الحاجات، وليس تعبيرا عن الموقف اللي هو كان فيه حاليا. نقدر نقول كده ان الغضب عبارة عن غطاء لحبة مشاعر وحبة مواقف مر بيها الإنسان ومعرفش يتعامل معاها بالشكل الصحيح. ودلوقتي هنتكلم على أسباب الغضب. أول حاجة معانا الصدمات النفسية أو التجارب المؤلمة، بمعنى أن الإنسان ممكن يكون اتعرض في حياته لبعض التجارب المؤلمة، مثلا الإساءة في الطفولة أو التحرش أو حتى فقدان شخص عزيز عليه. الأشخاص اللي مروا بالتجارب دي بيكون دايما عندهم استجابة سريعة جدا للغضب كآلية دفاعية يحموا بيهم أنفسهم. دي أول سبب معانا. ده تاني سبب هو الإحباط والشعور بالعجز، بمعنى إن الإنسان ممكن يكون عنده شعور بالإحباط لأنه مش قادر يتحكم في اللي بيحصل في حياته، أو حتى مش قادر يحقق أهدافه. ده بيولد عنده شعور بالغضب. وشعور الإحباط ده ممكن يكون ناتج من العلاقات، العمل، عدم القدرة على تحقيق الذات، علشان كده بيعبر عن الإحباط والشعور بالعجز ده في صورة غضب. طب تالت سبب الشعور بالظلم وعدم التقدير، بمعنى ان الشخص بيحس اللي هو ما بيتمش معاملته بعدل، او ما بيحسش بالتقدير للتعامل اللي هو بيقوم بيه تجاه اي شخص اخر. وممكن الظلم ده في بعض الاحيان يكون حقيقي، وممكن يكون نتيجة تصورات ذهنية غير واقعية. رابع سبب معانا هو القلق والتوتر المزمن. الاشخاص اللي بيعانوا من التوتر والقلق دايما بيكون عندهم استجابة سريعة جدا للغضب. طب التوتر والقلق ده بيجي منين؟ بيجي بسبب التفكير المفرط في المستقبل، او بسبب الضغوط اليومية اللي هو بيتعرض لها، وبسبب التفكير في حاجات كتيرة هو مش قادر يحققها. مثلا زي شخص عنده التزامات مالية والفلوس اللي معاه مش كفاية، فدايما بتلاقيه متوتر. الشخص ده بيكون عنده استجابة سريعة جدا للغضب بسبب التوتر اللي هو عايش فيه. السبب الخامس معانا هو الخوف وعدم الشعور بالأمان. احيانا الغضب بيكون ردة فعل طبيعية جدا للانسان لو هو ما حسش بالامان، فبيعبر عن عدم الشعور بالامان ده بالغضب. زي الناس مثلا اللي هي بتحس بعدم الامان في العلاقات العاطفيه، بتحس بعدم الامان من الناحيه الجسديه بتاعتها، دايما عندهم خوف من الناس اللي حواليهم، فعلشان يحموا نفسهم بتلاقيهم عندهم غضب، او بيعبروا عن الخوف ده وعدم الشعور بالامان في صوره غضب. والسبب السادس معانا هو التوقعات الغير واقعيه. بمعنى ايه؟ اللي بعض الاشخاص بيكون عندهم توقعات لمجرد تفكير هم بيفكروا فيه عن المجتمع اللي حواليهم او الاشخاص اللي حواليهم، والتوقعات دي لما ما بتحصلش بيتولد عندهم غضب. زي بعض الاشخاص مثلا بيتوقعوا ان العالم اللي هم عايشين فيه عالم مثالي جدا، وده على ارض الواقع مش حقيقي، لان الخير والشر موجود. فهتلاقي ناس بتكذب، ناس بتتعامل بامانه، ناس بتتعامل بمثاليه، ناس بتتعامل نص نص. هو ما بيتصدم بالواقع ويلاقي التوقعات اللي عنده دي مش حقيقيه، بيبتدي يتولد عنده نوبات غضب. السبب السابع معانا هو الغضب المكتسب من البيئة المحيطة، بمعنى ان الشخص اللي عنده غضب ده
ممكن يكون اتربى في بيئة قايمة أصلا على الغضب، أو الوسيلة الوحيدة اللي هم بيعبروا عن مشاعرهم بيها هي الغضب. ده ممكن يكون نتيجة الثقافة اللي هو اتربى فيها، نتيجة الأسرة بتاعته اللي عاش معاها، نتيجة المعتقدات اللي عندهم غلط تجاه المشاعر، اللي هم لو انت عبرت عن مشاعرك كده ده ضعف، عبر عنها بغضب، ما بيتعاملوش معاها بشكل صحي. والسبب الثامن معانا هو عدم القدرة على التعبير عن المشاعر. بمعنى ان في بعض الاشخاص بتكتم المشاعر بتاعتها وما بتعرفش تتكلم فيها، ده بيخليهم دايما عندهم نوبات غضب متفاوتة، وده برضو بيبقى راجع للثقافة او التربية اللي هم اتربوا فيها. بمعنى انت لو عبرت عن مشاعرك فده كده ضعف منك، لكن لو انت عبرت بغضب فانت كده انسان كويس، وده غلط، لان الغضب عمره ما كان هو الحل، او عمره ما كان هو الوسيلة الكويسة للتعبير عن المشاعر، بل العكس، اللي احنا لازم نتعامل مع المشاعر دي بشكل صحي. وتاسع سبب معانا هو الغيرة والمقارنة، اللي أنا قارن نفسي بأشخاص آخرين، أو يكون عندي غيرة من أشخاص آخرين، ده بيولد غضب. أنا ممكن لو قارنت نفسي بحد هو أحسن مني، هو أنجح مني، وأنا مش عارف أوصل زيه، ممكن المقارنة السلبية دي تخلي عندي غضب. أو لو أنا غيران من شخص، أنا مثلا عندي موتوسيكل وهو عنده عربية، ببتدي أغير منه، فالغيرة دي بتسبب غضب. ودايما هنلاقي الغيرة أكتر عند السيدات أكتر من الرجالة، بحكم اللي ده طبيعتهم، لكن الغيرة والمقارنة دايما بتسبب غضب، وغضب جامد كمان. وأحيانا دلوقتي السوشيال ميديا كمان بتساعد على إظهار الغضب ده. ليه؟ لأن في بعض الناس بتظهر على السوشيال ميديا بحياة مثالية جدا، وحياة واو قدام الكاميرات، مع ان من خلف الكاميرات الحياة ما بتبقاش كده، بس اللي معروض قدام الناس ايه؟ الحياة المثالية والحياة الجميلة. الناس بتبتدي تقارن نفسها بالحياة اللي هي شايفاها على السوشيال ميديا، ده بيولد لهم غضب تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين. والسبب العاشر معانا هو المشاكل الصحية والهرمونات. أحيانا اختلال بعض الهرمونات بيساعد على إظهار الغضب، زي مثلا اختلال أو الغدة الدرقية لو هي فيها مشاكل بتخلي الإنسان عنده غضب، أو لو هنقول بعض العناصر الغذائية والفيتامين المهم لصحة الإنسان لو فيها نقص، هتلاقي الإنسان ده عنده غضب ومعرض اللي هو يبقى غضبان أكتر من الإنسان الصحي. وكمان قلة النوم والتعب بتساعد اللي الإنسان يكون عنده غضب أو سريع الغضب. وبعد ما اتكلمنا على أسباب الغضب، هنتكلم ازاي مشاعر الغضب بتتحرك داخل الإنسان. طبعا عشان نبقى فاهمين حاجة قوية جدا، مشاعر الغضب دي زي ما قلنا هي مجموعة مشاعر بتبتدي تتحرك جوه الإنسان، وفي الآخر بتتبلور لصورة الغضب اللي احنا بنشوفه في النهاية. وزي ما اتكلمنا اللي المشاعر دي ممكن تكون نتيجة مشاعر خوف، نتيجة مشاعر إحباط، نتيجة تكون مشاعر تهديد، ممكن مشاعر عار وخزي، ممكن الشعور بالظلم، بتبتدي تتحرك داخل الإنسان قبل ما يصل لمرحلة الغضب. طيب دي أول حاجة، أو دي نشوء المشاعر الأولية للغضب. طب تاني حاجة بتتحرك داخل الإنسان اللي هي التفاعل النفسي والجسدي للإنسان. أول ما شخص بيحس بالمشاعر الأولية دي بيحصل عنده استجابة تلقائية داخل جسمه، بيتم تفعيل استجابة القتال والهروب، fight or flight response، وده بينشأ في الدماغ وتحديدا في اللوزة الدماغية اللي بتترجم المشاعر دي إلى رد فعل سريع بالنسبة لجسم الإنسان. التفاعلات اللي بتحصل دي بقى بتحصل إزاي أو بتشمل على إيه؟ بتشمل على زيادة ضربات القلب وضخ الدم استعدادا للاستجابة اللي الدماغ اداها للجسم. تاني حاجة بتحصل بنلاقي مستوى الأدرينالين والكورتيزول. تاني حاجة بتحصل هنلاقي مستوى الأدرينالين والكورتيزول بدأ يرتفع، مما بيزود من الشعور بالتوتر والانفعال. تالت حاجة بيحصل التوتر العضلي، وخاصة في الفك، الأكتاف والأيادي. هتلاقي إيد الشخص الغضبان دايما بترتعش، هتلاقي اكتافه مشدودة، هتلاقيه بدأ يجز على أسنانه. ده نتيجة الحاجات اللي حصلت جوه جسمه وأدت للمنظر اللي أنا بقول لكم عليه ده، اللي الأعراض بدأت تظهر على جسمه، على إيده، على اكتافه، حتى على فكه وعلى وجهه. والحاجة الأخيرة اللي بيحصل زيادة تركيز على التهديد اللي احنا فيه، وده بيخلي الشخص
ما عندوش قدرة على التفكير العقلاني. وهنا بننتقل للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة التفكير العقلاني والتفسير المنطقي. بعد ما بنمر بالاستجابة اللي احنا اتكلمنا عليها رقم 2، اللي الجسم بتاعنا بيستجيب ازاي نتيجة مشاعر الأولية للغضب اللي اتحركت عندنا، هنا بيحصل اللي احنا فيه ده، بينتقل للقشرة الجبهية في دماغنا، ودي الجزء اللي مسؤول عن اتخاذ القرارات والتفسير المنطقي أو العقلاني لأي موقف بنمر فيه. وهنا بيحصل حاجتين: إما الشخص اللي في الموقف ده يكون متدرب على التحكم في مشاعره أو عنده تدريب كافي على التحكم في مشاعر الغضب، هنا بيقف وبيتنفس برفق وبيبتدي يسأل نفسه يا ترى اللي أنا فيه ده يستدعي الغضب ولا لأ، وبيبتدي يفسر الموقف بشكل عقلاني جدا علشان يصل لقرار سليم. لا إما الحاجة التانية، الشخص ده ما بيكونش عنده تدريب على إدارة مشاعر الغضب اللي عنده، بيبتدي يفسر الموضوع بشكل سلبي أكتر وأكتر، مما بيزيد نوبة الغضب اللي عنده. زي مثلا بيقول أنا الشخص اللي قدامي ده قلل من احترامي، أنا دايما أتعرض للظلم، ده مش عدل اللي بيحصل معايا. ده بيخلي التفسير المنطقي أو التفسير العقلاني اللي هو ممكن يقوله لنفسه بيتلغي أصلا. ليه؟ لأنه ما عندوش تدريب كافي اللي هو يتعامل مع المشاعر اللي عنده، وبالتالي بيغضب أو بيصل لمرحلة التصعيد أو الانفجار العاطفي. ودي المرحلة الرابعة، التصعيد للغضب والانفجار العاطفي. إذا في المرحلة رقم 3 إذا ما تمش ضبط المشاعر بتاعتنا، بيحصل عندنا انفجار عاطفي أو انفجار غضب، والأمور بتخرج عن السيطرة. واللي بيحصل كالآتي: الشخص ده هتلاقيه بيصرخ، بيصوت، بيسب، بيشتم. لا إما بيعبر عن الغضب اللي عنده ده بشكل عدواني أو شكل جسدي، ممكن يضرب اللي قدامه، ممكن يكسر حاجة قدامه تعبيرا عن الغضب اللي هو فيه. لا إما بيحصل حاجة غريبة جدا اللي احنا بنسميها الانسحاب القاتل أو الصمت القاتل، اللي هو بيكبت المشاعر بتاعته وبتلاقيه بينسحب من الموقف اللي هو فيه تماما. وده طبعا برضو شيء مش صحي، لأنه بيولد عنده انفجار غضب في حتة تانية، أو ممكن ينفجر غضبا على نفسه هو وممكن يأذي نفسه هو. وده بسبب اللي هو أصلا ما بيعرفش يتعامل مع مشاعره، سواء بشكل صحي أو بشكل حتى مرضي. وبعد المرحلة الرابعة بننتقل للمرحلة الخامسة، وهي التهدئة أو الشعور بالندم. أول ما الغضب بيبتدي يهدى، جسم الإنسان أو الشخص اللي كان بيمر بمرحلة الغضب ده بيرجع لحالته الطبيعية، وبيبتدي الشخص يحصل عنده حاجة من اتنين: لا إما يشعر بالندم نتيجة الغضب اللي هو غضبه ده، لا إما يشعر بالذنب بسبب تصرفاته الغاضبة، لأن التصرفات الغاضبة دي ممكن تكون أدت لإيذاء نفسه أو إيذاء الآخرين. ده اللي بيحصل، أو دول الخمس مراحل بتوع الغضب اللي بتحصل داخل جوه جسم الإنسان. طيب إيه برضو المشاعر المشتركة مع الغضب؟ هي مشاعر الخوف. مشاعر الخوف مشاعر مرتبطة جدا بمشاعر الغضب، لأن الإنسان لما بيكون خايف بيعبر عن الخوف اللي عنده ده عن طريق الغضب، على أساس اللي هو يحمي نفسه. هو العقل خلاص علشان يحمي نفسه من مشاعر الخوف اللي هو بيمر بيها دي، فبيطلعها على شكل غضب وسب وزعيق حماية لنفسه فقط لا غير. طيب احنا دلوقتي قلنا مراحل تصعيد الغضب داخل جسم الإنسان. ازاي ممكن نوقف المراحل دي في بدايتها؟ أول ما بنبتدي نتعرض لموقف معين أو مشاعر معينة، لازم نقف ونسأل أنفسنا: يا ترى المشاعر دي حقيقية؟ يا ترى المشاعر دي خوف؟ يا ترى المشاعر دي تستدعي ان انا يكون عندي غضب ولا لا؟ واسال نفسي ايه الشعور اللي انا بمر بيه بجد، او ايه الشعور اللي انا بحسه فعلا دلوقتي، علشان اما اقدر افسر الشعور ده هيحميني اللي انا افسره بشكل غير منطقي ممكن يؤدي الى الغضب. وهنا هنقول ازاي انسان يتعلم يدير الغضب بتاعه علشان يقدر يتعرف على المشاعر الأولية دي ويقدر يوقفها من الأول. ودلوقتي هنتكلم على حبة تقنيات بتساعد أي إنسان اللي هو يتحكم في مشاعر الغضب اللي عنده. أول تقنية معانا وهي التنفس بعمق والعد على الأصابع. ممكن ناخد كل يوم من وقتنا ربع ساعة نقعد نتنفس من مناخيرنا ونخرج من فمنا مع عد إلى ما لا نهاية. مدة أول أسبوع ربع ساعة، تاني أسبوع نص ساعة، تالت أسبوع 45 دقيقة، رابع أسبوع 60 دقيقة. إيه اللي بيحصل إما إحنا بنعمل كده؟ بنبرمج عقلنا على الهدوء، وفي نفس الوقت بنبرمج جسمنا على الهدوء، لأن
اللي إحنا ساعة ما بنستنشق أكسجين كمية كبيرة، ده بيخلّي الجسم بتاعنا يهدى، وأمّا بنعِد على إيدينا إلى ما لا نهاية بنصفّي الذهن بتاعنا، كده بنعيد برمجة العقل والجسم على الهدوء، علشان لو اتعرّضنا لأي موقف فيه ضغط، فيه stress ممكن يؤدي إلى الغضب، تلقائي العقل بيتصرّف لوحده بهدوء، والجسم هو كمان بيتصرّف بهدوء. وتاني حاجة معانا اللي إحنا ممكن نلجأ لمجموعات الدعم الخارجي، اللي إحنا نحضر اجتماعات مع ناس كان عندهم نفس المشكلة ووصلوا فيها لحل، اللي إحنا ناخد خبرات منهم إزاي قدروا يتعاملوا مع مشاعر الغضب دي. وتالت حاجة اللي إحنا نمارس الرياضة، وممارسة الرياضة طبعًا مفيدة جدًا لعقل الإنسان والجسم الإنسان، لأن الرياضة دي بتخرّج الطاقة السلبية اللي في جسم الإنسان، بتخرّج أي ستريس أو أي ضغط هو بيمُر بيه، فبالتالي بتساعد الجسم والعقل أيضًا على الهدوء. ومن ضمن الحاجات بقى الجميلة جدًا علشان نعرف ندير الغضب بتاعنا، أول حاجة اللي إحنا يكون عندنا وعي بالمشاعر بتاعتنا، يا ترى المشاعر بتاعتنا دي حقيقية والّا مش مشاعر حقيقية، علشان نتصرّف على الأساس الصحيح تبعًا للمشاعر اللي إحنا بنمُر بيها. لازمًا نسأل أنفسنا المشاعر دي تؤدي إلى غضب والّا ممكن تؤدي إلى عصبية والّا هي أصلًا مشاعر مش حقيقية؟ وندرّب أنفسنا اللي إحنا يكون عندنا استجابة فورية للعلامات الجسدية اللي هي بتمُر بينا زي ما اتكلّمنا من شوية. ساعتها ممكن نعمل إيه، نقف لحظة، نتنفّس، لو إحنا قاعدين نقف، لو إحنا واقفين نقعد، ده بيساعد إن الجسم يبتدي يهدى، ونعمل عملية إعادة تفكير منطقي في الحاجة اللي إحنا فيها أو الموقف اللي إحنا فيه. يا ترى الموقف ده يستدعي اللي أنا أكون غضبان والّا لأ؟ نسأل أنفسنا الحاجات اللي أنا باتعرّض لها دلوقتي دي حقيقية والّا لأ؟ علشان نفكّر فيها بشكل واقعي وعقلاني وليس بشكل سلبي، ونتعلّم اللي إحنا نعبّر عن الغضب بشكل صحّي. إزاي نعبّر عن الغضب بالشكل الصحّي؟ اللي إحنا يكون عندنا تواصل مع الناس اللي حوالينا، ندرّب نفسنا على الاستماع الجيد، عشان إحنا لو سمعنا جيدًا هنعرف نرُد كويس. أحيانًا الإنسان بيتولد عنده مشاعر غضب نتيجة اللي هو ما سمعش الكلام اللي اتقال له بشكل كويس، كان رَد فعل سريع جدًا على الكلام اللي هو سمعه، مع إنه هو ما سمعوش بشكل صحيح. وما فيهاش حاجة لو إحنا عبّرنا عن مشاعرنا تجاه أي شخص إحنا في موقف معاه، يعني مثلًا لو أنا زعلان من واحد صاحبي أو في موقف بيني وبينه، مش عيب اللي أنا أروح أقول له والله أنا متضايق منك علشان خاطر 1، 2، 3، لكن العيب اللي أنا أروح أغضب على الراجل وأسِب وأتخانق معاه وأتشاجر معاه وأزعّق معاه. تخيلوا الموقفين حصلوا، الموقف الأولاني لو أنا عبّرت عن مشاعري بشكل صحّي في حاجة أنا متضايق منها، الراجل هيتقبّل وهيفهّمني هو عمل كده ليه. لكن لو أنا عبّرت بالشكل التاني ورُحت شتمت واتخانقت وسبّيت، أكيد رَد فعله هو كمان هيكون رَد فعل عنيف جدًا، ساعتها مش هنحل الموضوع اللي بيننا. وأخيرًا الناس اللي مش هتقدر تعمل كده لوحدها، يقدروا يروحوا لمُختص زي مُختص في العلاج السلوكي المعرفي، اللي هو يعلّمهم إزاي يتعاملوا مع مشاعر الغضب اللي عندهم. ده مش عيب جدًا، مش عيب اللي أنا ألجأ لحد مُختص يساعدني، لكن العيب اللي أنا أفضل أمُر بمشاعر الغضب دي ومش عارف أحلّها لوحدي. وزي ما قُلت لكم المشاعر بتاعتنا دي كلّها إحنا مخلوقين بيها، أهلًا بأي مشاعر عندنا، بس نتعامل معاها بالشكل الصحّي، نفهم مشاعرنا ونبتدي نتعامل على أساسها. مش عيب اللي أنا يكون عندي مشاعر غضب، مش عيب اللي أنا يكون عندي مشاعر خوف، مش عيب اللي أنا يكون عندي مشاعر زعل، بس العيب اللي أنا ما أفهمش المشاعر دي جاية منين أو بتتحرك إزاي. ده كله ليه أنا باعمله؟ علشان أتلافى أي غضب أنا ممكن أمُر بيه أو أتلافى أي إيذاء لنفسي أو للآخرين اللي حواليّا. أهلًا بأي مشاعر عندنا، افهموا مشاعركم وقولوا لأي مشاعر إحنا موافقين بيكِ، بس لازم نفهم المشاعر دي جاية منين علشان نعرف نتعامل معاها بالشكل الصحي. حتى مشاعر الفرح دي أحيانًا بتكون مؤذية لو إحنا ما اتعاملناش معاها بشكل صحي. يعني تخيلوا حتى مشاعر الفرح مؤذية زيها زي مشاعر الغضب. ليه؟ لإن عدم الفهم المشاعر دي بتتحرك إزاي أو المشاعر دي بتتحرك إزاي هو اللي بيسبب لنا أذية. فالموضوع سهل جدًا، أي مشاعر قولوا لها أهلًا ومرحبًا، بس اسألوا واتعلموا إزاي تديروا مشاعركم، سواء مشاعر غضب أو مشاعر فرح أو أي مشاعر أنتم بتمرّوا بيها، ونلتقي في حلقة قادمة.